عارف ايه هو اغرب جزء في اي اعلان بيخلي الناس تشتري؟ مش العنوان ولا الصورة ومش العرض القوي حتى. اللي بيخلي العميل يقرر فعليا انه يشتري هو الكلام اللي مكتوب في النص، اللي بنسميه في الكوبي رايتنج جسم الرسالة او البادي. الحتة دي بالذات اللي هي جسم الرسالة او البادي هي اللي بتفصل ما بين كوبي بيعدي كده كأنه اعلان والسلام، وكوبي بيخلي العميل يحس ان الاعلان مكتوب ليه هو، وكأنه بيسمع صوت جواه بيقوله المنتج ده معمول علشانك او المنتج ده معمول علشاني. أنا محمد نادي وده الدرس ال 12 من كورس التسويق الإلكتروني، واللي هنتكلم فيه عن إزاي تكتب جسم الرسالة في الكوبي رايتنج. المشكلة إن أغلب الناس وهي بتكتب الكوبي بتفكر في العنوان، وإن كان العنوان طبعا مهم زي ما شرحنا في الدرس اللي فات. يا ريت لو ما شفتش الدرس اللي فات ترجع تتفرج عليه بعد ما تخلص الدرس ده إن شاء الله، واللي اتكلمنا فيه عن إزاي تعمل هوك قوي في العنوان عشان يخطف العميل بتاعك، أو حتى إنك تفكر في الكول تو أكشن، وإن كان برضو الكول تو أكشن مهم وهو طبعا اللي بيحس الناس على اتخاذ إجراء. لكن بعض الناس للأسف لما توصل لمرحلة البادي أو جسم الرسالة بيكتبوا أي كلمتين والسلام، ويقعدوا يستغربوا هو ليه محدش بيشتري مني. خليني أقولك بوضوح، جسم الرسالة هو الحتة اللي العميل بيقرر فيها هل هيكمل معاك ولا هيقفل الإعلان وما يكملش البيعة. طيب نكتب جسم الرسالة ده إزاي؟ عشان نكتب الجسم صح محتاجين نفكر في 3 حاجات. أول حاجة، العميل بيدور على إيه؟ العميل خايف من إيه؟ العميل بيحلم بإيه؟ لو فهمت ال3 دول تقدر تكتب جمل كأنك بتقرأ أفكاره، والنتيجة طبعا هيصدقك وهيشتري على طول من غير تردد. أنا دايما لما ببدأ أكتب الجسم بتخيل إني قاعد بتكلم مع شخص قدامي، مش بفكر أكتب فقرة طويلة، أنا بفكر إني أقنعه بنقطة نقطة. يعني بكل بساطة كل جملة بقولها للعميل هي خطوة بتدفعه لقدام، وإنه يكمل معايا طبعا للآخر. تخيل واحد قاعد على الموبايل وعمال يدور على شغل فريلانس وبيشتكي من الجهاز بتاعه اللي بيهنج، فأنا بديله نموذج أو بعمل له نموذج. بص بقى بعمله له إزاي. أحمد خريج تجارة وقرر يشتغل فريلانسر جرافيك واشترى كورس ب 300 جنيه، بس الجهاز عنده كان بيموت وهو بيفتح الفوتوشوب. كل شوية يقول هبدأ لما اشتري لاب جديد، وفاتت شهور وهو لسه في مكانه. وفي يوم دخل وشاف إعلان بسيط كده بيقول له لو اللاب القديم منعك تحقق حلمك احنا هنبدلهولك بلاب أسرع منه من غير ما تدفع مبلغ كبير، وكمان عليه كورس جرافيك هدية. أحمد ضغط واشترى وبدأ شغل بعد 3 أيام. أنا كده اديت للعميل نموذج بيعاني من نفس الحاجة اللي هو بيعاني منها، وبعت له اللاب وكمان عليه كورس هدية مجانا. الفرق بين أحمد والمئات اللي سابوا الإعلان غيره هو جسم الكوبي، هو اللي لمس وجعه مش العنوان ولا الكول تو أكشن. كل نقطة من دي مش مجرد كلام، دي عاملة زي أسلاك الكهرباء اللي بتشحن القرار جوه دماغ العميل وبتوصلها كلها ببعض عشان يعمل عملية الشراء. كل جملة بتقربه أكتر من الزرار اللي تحت اللي مكتوب عليه اشترك الآن أو اعرف التفاصيل أو اشتري الآن أو أيا كان الإجراء اللي أنت عايزه. والموضوع مش بس في صياغة الجملة، الموضوع في الترتيب، في التدرج، في إنك تعرف تحكي قصة وتقنع العميل بيها، مش مجرد معلومات بترميها له كده وخلاص. عارف الكوبي القوي شكله إيه؟ هو اللي العميل بيقرأه ويحس إن الكلام ده بيحكي حكايته، يحس إنك فاهمه أكتر مما هو فاهم نفسه. وطبعا مش كل جسم كوبي لازم يبقى قصة، في طرق بسيطة جدا بنكتب بيها جسم الكوبي. أول طريقة اسمها الطريقة النمطية، اللي هي بتقسم كلامك لنقط وكل نقطة بتحط فيها فايدة واحدة وتكون واضحة وحقيقية. مثلا لو هتعمل إعلان لكورس جرافيك أونلاين بتقسمه لنقط فيديوهات بسيطة وسهلة حتى لو دي أول مرة ليك، تطبيق عملي على شغل حقيقي، ملفات تصميم جاهزة تبدأ بيها بروفايلك، شهادة معتمدة تقدر تقدم بيها في شركات أو أونلاين، ومع كل ده دعم من فريق محترف يرد عليك في أي وقت. كل دي نقط أنا عمال بديها للعميل وبقسمها له على هيئة نقط. بص ليه بنقسم الكلام كده؟ عشان عين القارئ ترتاح وعشان عقله يربط بين الفوائد ويبدأ يقول أنا عايز من ده. دي النقطة اللي لازم تركز عليها وانت بتعمل الإعلان وبتشتغل على الطريقة النمطية. والجمال كمان إنك تقدر تكتب الجسم ده بأكتر من طريقة، مش الطريقة النمطية بس. ممكن تستخدم كمان نموذج زي أيضا، وده بيشتغل مع إعلانات السوشيال بشكل ممتاز، وكل حرف من كلمة أيضا بيدل على حاجة معينة.
تعال نطبق على منتج عشان تفهم بشكل كويس، وليكن مثلا تطبيق بيعلمك إنجليزي. أول حاجة عندنا هو حرف ال A، وهو attention اللي هو شد الانتباه. بتبدأ تتعلم إنجليزي وتسيب بعد أسبوع، أنت كده شديت انتباهه. وتاني حاجة حرف ال I اللي هو interest اللي هو الاهتمام أو إثارة الاهتمام، إحنا فاهمين المحتوى الممل بيطفشك. وتالت حاجة وهي ال D اللي هي ال desire اللي هي إثارة الرغبة. عشان كده عملنا لك برنامج من 30 فيديو ممتعين وسهلين تتفرج عليهم حتى وانت في المواصلات. واخر حاجة وهو حرف ال A اللي هو الاكشن يعني طلب الاجراء. ابدأ اول 3 دروس ببلاش من اللينك اللي عندك تحت. وكده احنا طبقنا نموذج ايدا وعملنا جسم احترافي للكوبي بتاعنا. ودي كانت تاني طريقة او تاني نموذج ممكن تكتب بيها البادي بتاع جسم الكوبي. طيب تالت طريقة عندنا وهي انك بتحكي قصة. دي الطريقة اللي بتخلي العميل يشوف نفسه جوه الإعلان. ما تقولوش مثلا الكورس ده هيغير حياتك، احكي له عن منة اللي دخلت الكورس واشتغلت على موقع فريلانسر وبقت بتقبض بالدولار. الناس بتحب تحس إنها ماشية على خطوات حد سبقها ونجح. بس في كل الحالات القاعدة الذهبية إنك بتكتب للعميل مش عن المنتج، بتهتم بالعميل أكتر ما بتهتم بمواصفات المنتج. ونصيحة ليك، لو ركزت على الجسم وكتبت فيه من منظور فهمك للعميل هتتفاجئ النتائج شكلها هيكون عامل ازاي. طيب حاجة أخيرة وهي اسمها الإليفيتور بيتش، يعني جملة لو قابلت العميل في الأسانسير هتكلمه في 10 ثواني هتقول له إيه. ده بيكون تحدي لنفسك إنك لو قابلت عميل وعايز تقنعه بكورس جرافيك مثلا هتقول له إيه، بس بشرط إنه لا يتعدى ال 10 ثواني. كأنك بتقوله له في الأسانسير أنت قابلته بس في الدور اللي هتطلعوه مع بعض، فعايز تقول له أو تقنعه بالمنتج بتاعك وقدامك بس 10 ثواني تقول له جملة واحدة عشان تقنعه. ففكر هتقول له إيه عشان تقنعه بالمنتج بتاعك، بس زي ما قلنا بشرط انه لا يتعدى ال10 ثواني. فكر كده واكتب لي في الكومنتات صيغة الاعلان او مثلا كلام تقنع بيه العميل، او سيب لي كومنت تقول لي اقنعه ازاي وانا اكتب لك الجملة. وقبل ما اقفل عايزك تفتكر جملة واحدة بس، العميل بياخد قراره في النص مش في الاخر. لو جسم الكوبي مش بيقنع ولا عنوان ولا كول تو اكشن هيخلصوا المهمة مكانه، خليك متأكد من ده. طيب الخلاصة لكل الكلام اللي احنا قلناه، الكوبي القوي مش بيبيع لانك شاطر في اللغة، بيبيع لأنك فاهم العميل وعارف مشكلته وحاطط له الحل على طبق من فضة، وبتسلم له جملة بعد جملة لحد ما يوصل بإيده إنه ياخد القرار. اكتب ببساطة، بإنسانية وبنية حقيقية إنك عايز تساعده، ما تخدعهوش. وساعتها حتى من غير ما تقول له اشتري هو اللي هيسألك اشتري منين. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب واعمل شير للفيديو. شكرا جدا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.